السلام عليكم البنات، جيتكم اليوم بفيديو جديد. ذا بيست صابلي ايفر. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يعجبكم بزاف بزاف. هو اللي كيخدموا به تقريبا كاع الحلويات اللي كيخدموا لي كوموند. كيتبدل غير المذاقات واشنو بغينا ندخلو فيه. نبداو على بركه الله. هنا راه غادي نخدموا بطريقه عكسيه، غنخدموا في العجانه ما غاديش نخدموا السوائل هما الاولين عندنا نواشف. غنخدموا الطحين هو الاول في البول تاع العجانه. البنات كلكم تبارك الله ما شاء الله راه عندكم عجانات في الدار، نتمنى تخدموا بهذه الطريقه وتردوا عليا الخبر، ما يتكمش ما يطرى حتى حاجه معكم. انا عندي هنا كميه مضوبله. غادي نحتاج، انا الكميه العاديه كنخدم 700 غرام ديال طحين فورس معبوره، ماشي كيلو طحين. يعني انا عندي هنا 700 و700 هي كيلو 400 تاع الطحين فورس. جوج بيضات يعني مضوبلين هي 4، جوج خمارات حمرين، جوج ديال الفلون داك تاع الشينوا الزرق كيعطيني ليه اللون، كيجي صفير زوين. الزيت انا غنوريكم كيفاش غنخدم بها، تقريبا راه نص كاس. وخدمت هنا بزبده اطلس، وخدمت بنيدو محمر. نيدو كيجيبو رائع، لا في المذاق ولا في ريحته ولا. غنخدمو بالكا تاع العجانه، غنركبو هنا في الماكينه نتوما. والزبده رانا قطعتها ودرتها شويه في الفران بحيث دابا برد الحال باش تجيني سهله في الصابلاج. وكيلو نتاع بلوتو 700 غرام تاع الطحين كندير لها 200 غرام ديال السكر كلاصي. 200 غرام يعني انا عندي 200 غرام في 200 غرام، 200 غرام لكل 700 غرام. غنكتب لكم المقادير صندوق الوصف. تنضيف نواشف كاملين. هنا درت جوج ساشيات نتاع الفلون الزرق كيعطيني اللون الصابلي، كيجي حمير كيجي زوين. جوج معالق ديال نيدو محمر، حمرت واحد شويه في المقله. ما تخافوش من الخميره البنات في الصابلي، حينتاش غنديرو غير شويه ما بوق ما والو، كيبقى بلاصتو. الخميره راه كتهشش شويه الصابلي، ما كيجيش يابس. هانتوما شفتوا راه باقا الخماره كيف ما هي. انا درت منها غير راس المعلقه وضروري مطريقه الملحه. غادي ندير المسائل ديالي الطابله مزيان. درت الطحين، درت نيدو، درت الفلون، درت الخميره، درت طريقه الملحه والسكر كلاصي، ونخليه من هنا مع الزبده يتصابلا مزيان. نبقى معاه كنرجع ليه جنابو فيه، كنبقى نحرك بيديا هكا في العجانه باش تصابلا ليا مزيان تيولي كيسكسو. ها نتوما لونو راه تبدل، ما بقاش طحين كيبان لكم بيض، ولات هذيك الزبده صفراء. اللي بغى يخدم بالزبده، انا كنقول لكم داكشي اللي متوفر، ماشي كلشي كيخدم بالزبده تاع العبار. كاين اللي كيدير غير نكهه الزبده مع الزبده وكيخدم بها. ها نتوما شفتوا كيفاش تصابلا؟ ولا الطحين كيتجمع ليا باقي ما ضفت ليه حتى شي سائل. شفتوه الزبده تشربات مزيان مع الطحين. دابا غنوريكم شنو غندير. هذاك خديت واحد الكاس العنبه دايره فيه جوج تنبقى تندير له هكا باش يهبط في الوسط. كناخذ داك الكاس اللي فيه درت فيه جوج بيضات كاملين، كنعمر عليه بالزيت. ها نتوما راه ما كنضيف حتى شي سائل اخر، كنعمر عليه بالزيت هكا. هاد الكونتيتي كتجمع ليا هذاك الطحين صافي، ما باقي كنضيف عليها حتى شي حاجه اخرى. ها نتوما غتشوفوا. حاولت نسرع لكم انا الفيديو باش ما يجيكمش طويل، ولكن حاولت نخلي شي مسائل باش تفهموا مزيان. شفتوا ما كنضيف لا زيت، لا بقيتو كتزيدوا الزيت بزاف للصابلي كيولي فاش كيطيب بحال كيتقلى وكيرخي لكم الزيت. الا درتوا ليه هذه الطريقه كيجي ناشف ومقرمش وغزال. ها نتوما شفتوا. هنا راه كنسرعوا فاش كنضيف هذا البيض والزيت، ما كنخليش العجانه منقوس، كنسرع لا فيتيس باش يتجمع. شفتوا ها هو صافي تجمع معايا. ها داير الوجه ما فيه حبيبات ما فيه والو. صافي انا هنايا اشنو درت، حيتاش كان عندي البورط العجانه صغير، هادوك النواشف باش يتجمعوا ليا فاش صابليتهم كامل بهم قسمتهم على جوج غير باش يتجمعوا ليا، حيت البول عندي صغير 700 و700 هذيك كيلو 400، حيت انا ما كيهزش ليا البول بزاف. غنحيد هاد العجينه وغادي ندير النص الاخر باش نجمعوه حتى هو. غنحيدو حيتاش صافي ها هو تجمع. شفتوها مطلوقه، ما كتحتاجوا تضيفوا لها لا طحين ما والو، غزاله بزاف وتخدم لكم حتى لي طارطولات. لا بغيت ديروا بها حيتاش هذه تتسمى اون بات صابلي، تخدموا بها حتى لي طارط. انا شفتوا قسمت الطحين على جوج، غنضيف النص اللي بقى ليا. يكون عندي بول كبير غنخدم كيلو 400 في خطره. انا فاش صابليت النواشف قسمتهم.
ها نتوما غندير نفس العمليه. قلت لكم تقدروا غنكمل تاني الكاس ها نتوما البيض مع الزيت، وغنجمع به داك لا كونتيتي اللي بقات ليا. الا بغيتو ديروا لي طارت تاع لي فروي ولا دوك لي طارت سيترون داكشي، المهم داك الفون تاع الطارت راه يخدم لكم لي هاد الصابلي ولا دوك طويصات الصغار لي فون صغيورين الحلوين، راه كيجي رائع وكيبقى في بلاصتو ما كيهبط ما والو. صافي هنا جمعت النص الاخر، غنضيف عليه داك العجين النص الاول باش يجيني داكشي متجانس. نخلط الاول مع الثاني باش يجيني الخليط كامل متجانس. غير لاسيس نتاع الطويصات هي فاش تعمروهم ديروهم شويه في الثلاجه ضروري، حيتاش دائما اي عجين كنتو بغيتو تعمروه وبغيتو يبقى واقف لكم من الجناب، فاش تفاصونيوه في لي فون تاع لي طاخت تحطوه في الفريغو ميم با واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد تشكوه بالفرشيطه وديروه يطيب في الفران. هانتوما شفتوا انا ضفت داك العجين الاول مع الثاني باش يتجانس ليا ويتخلط ويجي مزيان. العجانه راه كدور. صافي هنا غنصطفي عليها ونجمعها في بلاستيكه. الا كانت عندي كميه كثيره وبغيت نخدم كوموند كبيره كنعجن العجينات كاملين اللي بغيت نعجن ونديرهم في ميكا ونخليهم في الثلاجه، ما كيطرى لهم حتى شي حاجه، ما نديرهم كاع في المجمد غير في الثلاجه، سواء اللي بالكاكاو ولا بيضه بحال هكا، وكنخدم بها عادي. كنديرها بحال هكا وصافي كنبدا نخدم بها عادي. فاش كنبغي نطلقها ما نرشهاش بالطحين، كنديرو غير شويه الا بغينا نقلبوها باش نخدمو صافي. درتها في بلاستيكه عادي وراها رطبه مطلوقه، ما تحتاج حتى شي حاجه اخرى، ساهله في الخدمه ودايره الوجه رائعه. انا عندي هنا بغيت نخدم بهاد تنجيب البنات كناخذ بلاستيكات ديال الكتوبه اللي كنغلفوا بهم الكتب، انا هما اللي كيخدموا لي صراحه في الصابلي، كيجيوني قد البلاستيكات البيضين اللي كنغلفوا بهم مقررات ديال الوليدات، هذوك هما باش كنخدم تيجيوني ساهلين في الخدمه. تناخذ كونتيتي وتنطلق بين جوج بلاستيكات، ما كندير لا طحين لا والو، وكتكون واقفه العجينه وما كتلصقش. كنشدو اللي قالوا خوتنا الجزائريين الحليول ديالنا الحلال، وكنمدلك وكنطلقوا عادي واحد السنتيمتر على حساب السمك، واش بغيتو تلصقوا ولا ما بغيتوش تلصقوا صابلي. انا حيت هذا المستطيل ما بغيتش نلصقو غندير فيه واحد سنتيم. دابا نوريكم كيفاش كنرش عليه واحد شويه تاع الطحين وكنقلب. علاش درت شويه الطحين وقلبت؟ غير باش فاش نبغي نهز يتهز ليا، نقدر كاع ما نديرش طحين باش يجيني ساهل في الهزان. فاش ندير الموس نبغي نهزو ليدي يجيني مزيان. ها نتوما شفتوا غير تندوز هذاك القطاع في شويه ديال الطحين، هي تنحط حتى شويه فوق الزليجه وتنخدم حتى كنقطع الكميه كامله اللي بغيت، ونجيبو الطاوه ما ندهنوها ما حتى شي حاجه، حيت هو الصابلي راه ما غيلصق ما والو، راه كله زبده. كنقطع بحال هكا، تنجيب الصينيه راه مدهونه ما والو، تندير في صباعي شويه نتاع الطحين. الا بانت لكم مطلوقه راه محدكم نتوما تتخدموا فيها وهي تتجمع عجينه على عجينه، مع تضيفي شي وكيضربها شويه د البرد كتبدا كتجمع وكتبدا كتولي اسهل معكم. صافي كنستمر انا هكا على هذه الطريقه. كنتكون شاعله حدايا الفران منقوس، فراني حدايا وعندي طاوات كتار كنبدا نخدم. ها نتوما شفتوا الطريقه باش جمعت العجينه. كنجيب شوي جديد ونضيفه على القديم. صافي كناخذ هنايا البنات واحد الفنيته وكنبقى نشكهم هكا باش ما يديروش ليا، باش ما يبوقش ليا الصابلي. وعافيه مهيله. انا عندي الرفوفه الفوقانيين د الرجيله والاخرين كنديروهم يطيبوا على عافيه مهيله. شفتوا كيفاش كيجي لونو؟ ما تخليوش الصابلي يتحمر معكم. هو جا بحال البسكوي ديال الزنقه رائع. خدمت بواحد القطاع اخر مدور حيت كنت بغيت واحد مطويل واحد مدور على حساب الكوموند اللي عندي. ها نتوما شوفوا راه تقدروا تاخذوا حتى اكثر من وحده في القطاع. شفتوا شحال هزيت من وحده وما كتلصق ما والو. نتحداكم ديروا نفس الطريقه وتلصق لكم. شفتوا شحال هزيت. نفس الطريقه كندخل الفران، كندير في الرجيله الفوقانيه طاوه وندير في الثانيه طاوه ونبقى غادا وكنهبط حتى كياخذ معايا اللون المناسب اللي بغيت وطايب ومقرمش. كنبقى نقلبو من تحت نشوف واش تجمع، عاد كنهبط.
كنجيب بواطات الا كنت ما غنفينيش صابلي في ساع، كنجيب بواطاتي كنست فيهم الصابلي كيف بغيت، وكندير معاه واحد الطويبه ديال السكر باش ما يرطبش معايا. ها نتوما شفتوا ولا السطل، ونصدم عليه بليميكا ونخبي حتى نبغي نفينيه ونجبدو كي بحال اللي عطاه ليا، كنلقاه موجود وكنخدم به كيما بغيت. غنفيني دابا الصابلي الطويل بهذه الطريقه. انا دوبت هنا شويه شكلاط بيض، جبت هذاك الدربعه داك مول سيليكون، كنعمر بالشكلاط دايب عادي، وكنفيني بالموجود عندي ولا حسب اشنو الناس طلبوا مني. انا هذا الموديل وريته العروسه عجبها، درت ليها هذا الشكل هذا، درت فيه كونفليكس ودرت قرقاع واللوز ودرت الورد، ديروا شويه د العقيق، درت لي فخويكم فيه هذوك الملونين. المهم بحال كترسموا نتوما راه كتفننوا كيف ما بغيتوا. الا عجبكم هذا الموديل راه هذا الشيء اللي درت فيه. تنعمروا في الاول بالشكلاط وكنبقى كنست في داكشي اللي بغيت. اللويزات راه محمرين في الفران ومسوحين مقرمل، ما تديروش لوز خضر. وتنزينوا بطريفه ربيعات نتاع القرقاع ولا عقيق رقيق كيف ما بغيتوا. المهم نتوما كتخدموا وانتوما تيجيوكم الافكار، واللي عندكم في الدار كتخدموا به. هذا كونفليكس جا منظر زوين مع داير كيلو ورقه وتيعطي قرمشه الشكلاط. كتستفوا المتوفر، تقدروا ديروا غير العقيق مع الشكلاط يجي زوين. زبيب، لا كاين ليمون معسل مقطع شرائح طويله. هنا تديروا هذوك الفخوي الحمراء والخضراء والصفراء، تيعطيو حتى هما منظر. ورد بلدي، وريقه الورد البلدي كتعطي حتى هي لون زوين، تتبهج هذاك الشكلاط بيض كيبالك بحال شي زربيه وانت تترسمي فيها بالالوان. صافي كندخلوهم مجمد حتى كيجمدوا. انا خدمت هنايا كميه كبيره واحتفظت بالشكلاط قبل في بواطه سديت عليه حتى نبغي نفيني الصابلي ديالي. فاش كتكون عندي كوموند تاع العرس كنخدم هذا الشكلاط بوحدو لي ترانسفير ونخدم الصابلي بوحدو، تيبقى لي نهار ولا يومين عاد نبدا نجمع الفينيسيون ديالي. صافي كنبقى غاديه بشويه 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 حتى تنكمل. تتحسبوا البنات لي بياس اللي عندكم ضروري. كنحط حدايا ورقه وستيلو نبقى ندير في العلامات باش نشوف شحال من بياسه درت في السيليكون. ايوا سبحان اللي ما يسها. كنحاول باش نشرح لكم بتفصيل ممل بالنسبه للبنات اللي يلاه بادين، ونتمنى نكون كنفيدكم البنات. خليوا لي تعاليقكم، دووا معايا دووا معايا. ايوا سربينا، ويلي طولت. صبروا صبروا معايا شويه الفتيات الزوينات. يلا يلا وصافي حيدي يا غزلان، حيدي حيدي حيدي، سربي دغيا سربي دغيا. يلا 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 يلا. اوه خصنا ندوزو لابارتي الاخرى. واخيرا صافي خرجناه، غادي نديموليوه من السيليكون وصافي. كنلصقو فاش كنبغي نفيني راه كنلصق بشويه ديال الجليكوز. صابلي هذاك الشكيليطه راه هي جامده اي هكا. المهم كنلصقو بواحد شويه خطيط نتاع الجليكوز وكنلصق وكنحط عندي في طبسيل صافي. وهذاك الصابلي الثاني غنوري لكم المدور، لصقته بواحد التعليكه هنا غنقول لكم شنو درت فيها. هي هذيك التعليكه درت فيها كاس ديال العسل فيه 12 شوكولاته بيضاء واحد شويه ديال لاغوم ديال الناطا، دوبتو خلطو وغنلصق به الصابلي كيجي مذاقو زوين، تيجي بحال الكراميل هذاك الشوكولاط بيض مع العسل. لصقت الصابليات ديالي هانتوما شفتوا كيفاش كيجيو قياس واحد لاصقين وما مبوق الصابلي ما والو. هانتوما شفتوا قد القياس. يعطيني الصحه. تنبي نضحك معكم. لاصقت وعاوتاني صوبت واحد التعليكه واحده اخرى فيها كاس نتاع العسل وفيها 12 شوكولاته كحله وفيها شويه تاع نيسكافي قهوه سريعه الذوبان،
وعمرت به الحفيرات. ها نتوما شفتوا كنحط ترانسفير وكنعمر بالسورانغ، هذا التعليكه اللي قلت لكم، وكنزوق باللي كاين بالمتواجد. كنت غندير واحد النجيمات ما لقيتهمش للسيده ودرت هاد العقيق هكا صفيفر وخلاص جمعنا الصابلي ديالنا. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو، دعموني باللايك والبارطاج، ما تنساونيش بلي كومونتير زوينين بحالكم. شكرا لكم، السلام عليكم.